أهلا بيكم والأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي اللي أعلن عنها وزير الإسكان في شهر 11 القادم. جهز ورقك وابتدي جهز نفسك عشان خاطر طبعا هفهمك واقول لك ملحوظة على الورق ان مش كله لازم تجيبه دلوقتي، بس انا هقول لك الاوراق عشان تعمل حسابك، عشان لو ورقة عندك فيها مشكلة الحق وجهز الورق ده اللي هو عندك ممكن يكون ما تعرفش تجهزه في فترة قصيرة. خلينا نتكلم كده على الاوراق باسهل طريقه وبشكل سهل جدا عشان كل الناس تحفظ معانا وتراجع معانا وتركز معانا. نتمنى كده تجيب كوبايه الشاي بتاعتك الجميله وركز معانا، ونتمنى اللايك الجميل بتاعك، ونبتدي ان شاء الله ونقسم ليك الاوراق المطلوبه للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي الى 4 انواع. 4 اوراق مطلوبة مهمة جدا جدا جدا، وكل الناس لازم تحفظ رقم 4. أول واحد فيهم حضرتك ده أسهل واحد فيهم، ده حضرتك إيصال كراسة الشروط اللي هتجيبها من مكتب البريد وإيصال دفع المقدم. ده أسهل حاجة لأن أنت ده كده كده لازم تعمله عشان تيجي تقدم. يبقى أول حاجة فيهم ايصال كراسه الشروط وايصال المقدم اللي حضرتك هتدفعه ان كان 28 او 27 او 30,000. الكلام ده مش هتلاقي حد تاني يقوله لك. ده اول حاجه من الاربعه. تاني حاجه محل الاقامه، مستندات محل الاقامه. حضرتك هيطلب منك في البند ده حاجتين اتنين: عقد ايجار معمول له اثبات تاريخ وايصال مرافق حديث. طب هل ده تجيبه دلوقتي؟ لا، ما تجيبوش دلوقتي. ايصال المرافق هاته في شهر 10، هاته فين؟ هاته في 11، مش هتفرق بالنسبه لنا، المهم هو يكون ايصال حديث وايصال مرافق وعقد ايجار مثبت التاريخ. ولو البطاقه مظبوط فيها العنوان بتاعك اللي انت قاعد فيه واللي انت هتجيب له، ممكن كفايه قوي صوره البطاقه بالعنوان بتاعك مع ايصال مرافق حديث. وده بالنسبه لمستندات محل الاقامه. لازم تكون من نفس المحافظة اللي حضرتك عايز تقدم فيها، يا إما ساكن يا إما بتشتغل. لكن واحد ملوش أي علاقة، واحد ساكن في سوهاج وملوش أي علاقة بالقاهرة ولا ليه سكن ولا ليه شقة، عايز يقدم في أكتوبر، لا دي ليها سكة تانية بقى. لكن إيه رسمي؟ لا. كل واحد. طب مشروعات المتوسط، الإسكان المتوسط، الإسكان المتوسط أي حد يقدم في أي حتة. أنت هنا بتخش بفلوسك، هنا إيه بتخش إيه بفلوسك. ده البند رقم 2، اوراق محل الاقامه. شوفوا الموضوع سهل ازاي. ده حضرتك تحدده وتجيبه في اخر 10 في اول 11 في المتوسط ده. رقم 3 اوراق الدخل، مفردات المرتب. حضرتك لو انت اعزب او متزوج، لو انت اعزب تجيب مفردات مرتب اقل من 10,000 جنيه، اقل من 10,000 جنيه. لو انتم اسره لازم مفردات مرتبكم انتوا الاثنين تكون اقل من 13,000 جنيه. خلينا كده افهمك يعني ايه الكلام ده. يعني حضرتك لو انت قاعد شغال في شركه ما ينفعش تطلع منها مفردات مرتب اكتر من 10,000 جنيه، لان انت كده بتبقى بتعمل محاوله فاشله. لا، يا تعرف تطلع مفردات مرتب يا ما تعرفش. لازم تكون مفردات المرتب اقل من 10,000 جنيه. طب انا طالب، لا بنعمل لك حاجه اسمها شهاده دخل من عند محاسب قانوني، ونحط خط تحت كلمه المحاسب القانوني. اسال عنه الاول وشوف حد قدم عند حد اتقبل وقدم عنده. ليه؟ لان في ساعات محاسبين قانونيين بتبقى واخده بلوك وبيفضل شغال يلم في فلوس. طب البلوك ده بياخده منين؟ بيبقى في عنده ناس ما سددوش للبنوك، فهنا اتعمل لهم ايه؟ بلوك. طب انت دي هتعرفها منين؟ لا، اسال على محاسب القانوني ويكون عنده حد حديث، يعني في خلال مثلا سنه ولا حاجه، او اخر 6 شهور او اخر سنه، ويشتغل عند المحاسب القانوني ده وفعلا اتقبل من البنوك. ده بالنسبه للدخل. لو انت ما عندكش وظيفه، لو انت طالب، لو انت مش مؤمن عليك. طب هنا واحد يقول لي طب برنت التامينات يا استاذ عماد؟ لا يا فندم، ما تجيبش برنت التامينات. برنت التامينات في كراسه الشروط مكتوب لك كده ايه؟ ان وجد، يعني مش اساسي. فحضرتك ما تشغلش بالك باي حاجه مش اساسي، خلينا بس في الاساسي ونكمل الاساسي وبعد كده الباقي ده امره سهل. طيب، بالنسبه لي شهادات الدخل للمتزوج، وهنتكلم على الارامل والمطلقات والمعاشات.
لان خلي بالكم المعاشات ممكن تقدم. المعاشات ايه ممكن ايه تقدم، لان شرط السن لغايه 50 سنه اتشال. شرط السن انت والبنك بقى، انت وشطارتك مع البنك، لكن شرط السن اللي كان محطوط اتشال. طيب يعني ايه مفردات مرتب بالنسبه للاسره؟ حضرتك لو انت ومراتك متجوزين، لو انت ومراتك سوري بتشتغلوا، معلش بتشتغلوا وهي ليها شغل وانت ليك شغل، فحضرتك انت هتجيب مفردات مرتب لازم الاثنين يبقى مجموعهم اقل من 13,000. طب انت هتاخد 10 وهي بتاخد 8، يبقى مش هتنفع. يبقى ايه مش هتنفع، لانه هيعمل استعلام. لو انتم موظفين يبقى ممكن تدور على نوع تاني. طب لو هي انت بتشتغل وهي ما بتشتغلش، يبقى انت مرتبك اللي انت هتحطه لازم ايه ما يقلش، انت لوحدك ما يزيدش ولا ايه، ما يزيدش عن 13 ايه 1000 جنيه. يبقى ما يزيدش عن ايه 13,000 جنيه. يبقى ده ايه حضرتك الورقه اللي لازم تجيبها ما تزيد. طب هتعمل شهاده دخل برضو لو انت متزوج ما تزيدش عن 13,000 جنيه. لو انت ايه هتعمل ايه شهاده دخل. كل اللي انا بقوله ده تخلي بالك منه قوي، ودي برضو ما تعملهاش دلوقتي، دي اعملها في شهر 11 لما الاعلان يبتدي ينزل. دي ما بتاخدش منك دقايق. ده بالنسبه ايه للبند الثالث، وهو ايه اوراق الدخل. يبقى عرفت لو انت قاعده بتجيب مفردات مرتب لغايه 10,000 جنيه، لو انت متزوج هتجيب مفردات مرتب لغايه ايه لغايه 13,000 جنيه. وتعمل طبعا حاجه اسمها اقرار بعدم عمل الزوجه، ده ورقه كده وبتمضيها ان ايه الزوجه لا تعمل. الزوجه ايه لا تعمل حاجه، ورقه كده روتينيه، يعني كنا نزلناها قبل كده على صفحتنا زمان. موضوع سهل جدا. وبرضو خلي بالك بالنسبه للارامل وبالنسبه للمطلقات، حضرتك الدخل بتاعك ايه؟ معاش؟ بيان معاش. حضرتك بتشتغلي مع المعاش يبقى بيان معاش ومرتب، بس الاتنين مع بعض ما يزيدوش. لو عندك اطفال ما يزيدوش عن 13. لو انت بدون اطفال ما يزيدوش عن 10. شفت بقى التكه دي محدش هيقول لك عنها. خلي بالنا من الحاجات دي، لان الحاجات دي بتؤدي الى ايه رفض الورق. لو انت ما عندكيش اطفال بتعاملي معامله الاعزب، عندك اطفال بتعاملي معامله الاسره. نفس الكلام بالنسبه ايه للارمله. نفس الكلام بالنسبه ايه للارمله. فكل اللي هي قاعد بيسمعنا دلوقتي يسجل الملاحظات دي ويكتبها، عشان خاطر المعلومه دي توصل لكل الناس، وكل الناس تقدر انها ما تقعش في مشكله ورق الدخل ده، لانه بيرفض ناس كتير جدا. لانه بيرفض ناس كتير جدا. ده بالنسبه لي ورق الدخل اللي حضرتك هتجيبه. طيب بالنسبه لي البند الرابع، اوراق الحاله الاجتماعيه. دي لو انت عازب هي صوره البطاقه ترميها لهم وشكرا. لو انت عازب صوره البطاقه. لو انت مطلقه صوره البطاقه وقسيمه الجواز وقسيمه الطلاق. لو انت ما معكيش اطفال كفايه. لو معاكي اطفال هتعاملي معامله الاسره، لازم تطلعي كده عائلي. الكلام ده برضو نفس الكلام للارمله. اعزب هي صوره البطاقه ورم. ارمله ومطلقه في حالتين، يا معاها اطفال ما بتجيبش قيد عائلي، يا اما معاها اطفال بتجيب قيد عائلي. ده بالنسبه للارمله. طب بالنسبه للمتزوجين، المتزوجين انت لازم تجيب قيد عائلي. القيد العائلي ده بيبقى مشكله، وفي ناس ساعات ما بتقدرش تجيبه. فحضرتك ممكن قبل بدايه الاعلان تروح السجل المدني. انت صلاحيه الحاجات دي 3 شهور. على اوائل 11 كده حضرتك قبل ما الاعلان ما يبتدي، قبل ما الاعلان تروح تطلع الكود العائلي من السجل المدني. اعمل الحركه دي وخليك شاطر وناصح. ليه؟ لان اول لما الاعلان ما يبتدي انت هتلاقي هجوم رهيب جدا. انا عايز كل الناس اللي بتتابع عماد فؤاد تعمل الموضوع ده في بدايه شهر 11 قبل بدايه الاعلان. واحد يقول لي طب افرض ما نزلش، اقول لك لا يا باشا، ده هو هينزل يا في اول 11 يا في نص 11 يا اقصى تقدير اخر 11. طب انت معاك اصلا القدر العائلي ده صلاحيته 3 اشهر للاسكان الاجتماعي. يقول لك انا عايز قيد عائلي ما يكونش عدى عليه 3 شهور. طب خلاص، ده انت يعني هو مش هينزله في 12؟
ده انت معاك 11 كله و12 كله وواحد كمان. لو لا قدر الله ما اديتش يبقى خلاص هو مش هينزل حاجه. لكن نخلي بالنا ان ورقه الكود العائلي تتجاب فين؟ في المعجم. ده كل الورق المطلوب. متزوجين حضرتك مطلوب منك الكود العائلي، قسيمه الجواز، شهادات ميلاد الاطفال، بس بس وبطاقتك وبطاقه المدام طبعا. ده كله بيترفع وبيتجمع على ورق PDF. عملته بالموبايل شغال، عملته بالكمبيوتر شغال، عملته بأي حاجة شغال. كل ده المهم ان انت تبقى مجهزه معاك، يكون معاك على بداية الإعلان. حضرتك أول بند واحد بس اللي انت هتستنى لما تجيب كراسة الشروط وتدفع المقدم، وده هيبقى معاك شهر. ومحدش يستعجل في التقديم، مش بالأولوية التقديم، لا ده بأولوية تانية هنحاول نشرحها لكم بعد كده. نخلي بالنا قوي من الكلام ده، ونتمنى لو كانت الحلقة فعلا مفيدة ليك اعمل لنا لايك واكتب لنا تعليق يشجعنا، لأن احنا بنعمل لكم الحلقات دي في وسط زحمة كبيرة جدا عند الواحد، ولكن الواحد حريص إن شاء الله إن هو يقدم لكم كل المعلومات المفيدة اللي هو يقدر يقدمها، وتكون حسنة للواحد وتدعوا لنا بيها دعوة كويسة إن شاء الله. ربنا يرزقنا الخير، وربنا يرزق كل اللي محتاج شقة يرزقه بشقة إن شاء الله، ونشوفكم دايما على كل خير. شكرا ليكم، وإلى اللقاء كل متابعينا الكرام.